يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في ملفات العالم ما بيحبش يفتحها، وحكايات أغرب من الخيال متسجلة بالصوت والصورة، والنهاردة جه الوقت إنك تشوفها. هتبدأ معانا بلحظة صمت قدام راجل هندي كسر كل قوانين الطبيعة، وبعدين هنصدمك بالسمك اللي العالم كله فاكره اختراع مصري. واستعد لمشهد هيخلي الأدرينالين في دمك يضرب وانت في قلب صراع حقيقي ما بيعرفش معنى الخوف. وقبل ما تفوق هتاخدك ريحة العيش الهندي وسط النار. ركز في كل دقيقة عشان حرفيا مفيش لقطة هتتكرر، ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب راجل موجود في الهند، ولو قلتلك الراجل ده بيعمل إيه طول عمره مش هتصدق. الراجل ده يا سيدي رافع إيده على طول 24 ساعة في ال 24 ساعة، يعني مش بينزلها خالص. واللي هيخلي عقلك يروح ويجي بقى إن إيده دي خلاص ما بقتش ملكه، من كتر ما هي مرفوعة بقالها سنين. المفاصل نشفت والأعصاب ماتت، وبقى دراعه كأنه حتة خشب ثابتة في مكانها، يعني حتى لو قرر يريحها إيده هي اللي هترفض تنزل. ومن أغرب شخص في الهند تعالوا نشوف الأكلة اللي محيرة العالم. طبعا كلنا عارفين أكتر أكلة مصرية مجننة الناس كلها وفي العالم كله، وهي الفسيخ. والناس بتسأل انتوا بتاكلوه ازاي؟ ولكن أحب أقولك إن الفسيخ بيتعمل في دول تانية مش في بلدنا وبس، يعني في دول تانية بيخزنوا السمك ولكن بطريقة مختلفة. وخليني أقولك على سر، في سمك سويدي اسمه سورسترومينج، ريحته مرعبة لدرجة إن شركات الطيران منعته تماماً، لأنه ممكن يخلي طيارة تهبط اضطراري. يعني فسيخنا بالنسبة للي بره ريحته تعتبر بارفان. لو فاكر إن ريحة السمك دي هي أصعب حاجة ممكن تقابلها فاستعد، لأن اللي جاي هيخلي قلبك يقع في رجلك. تعال بقى أوريك أغرب وأخطر مغامرة ممكن تشوفها في حياتك، مصارعة التيران اللي موجودة في أسبانيا وأوروبا. أيوة يا سيدي، الناس بتلعب مع الموت وسط الشوارع، والطور هنا مش بيفهم يعني إيه هزار. أي غلطة أو إصابة تمنها غالي جدا. والمفاجأة بقى اللي كتير ما يعرفهاش إن الطور أصلا عنده عمى ألوان، يعني اللون الأحمر اللي دايما بنشوفه في الأفلام ملوش أي علاقة بيه. اللي بيجنن الطور فعلا هو الحركة المستفزة واهتزاز القماش. يعني لو وقفت قدامه بقميص أحمر وانت ثابت تماما ممكن ما ياخدش باله منك، لكن لو اتحركت بأي لون تاني استعدت بقى للمواجهة. وبعد ما هربنا من نطحات البقر تعالوا نهدي اللعب شوية ونشوف العظمة دي بتتعمل ازاي. لو انت بقى من الناس اللي بتحب تجرب أكلات مختلفة يبقى لازم تجرب العيش الهندي. هو شبه العيش السياحي عندنا في مصر، بس هناك الموضوع مختلف تماما. عندنا بيتعمل في أفران، لكن في الهند بيسويه على الفحم زي ما انت شايف قدامك. والمعلومة هنا بقى إن العيش ده بالذات اللي اسمه النان بيعتبر من أقدم أنواع الخبز في التاريخ، وسر طعمه والنفخة دي هو فرن الطين أو الفحم اللي حرارته بتوصل لدرجات عالية جدا، بتخلي العجينة تستوي من جوه وتفضل طرية، ومن بره تاخد قرمشة النار. يعني رغيف واحد منه كفيل ينسيك أي عيش أكلته قبل كده. وبعد ما شبعنا من ريحة العيش تعالوا نشوف عظمة تانية بس في الألوان والخيوط. انت تعرف ان دي أقدم طريقة عرفتها البشرية لتصنيع القماش؟ زمان يا سيدي كانوا بيستخدموا الجهاز اليدوي اللي قدامك ده واللي بيسموه المكوك عشان ينسجوا الخيوط في بعضها ويطلعوا قطعة قماش بكل بساطة ودقة. وخد الصدمة دي بقى، إن القماش اللي بيتعمل بالمكوك الخشب ده أغلى بكتير من قماش المكن، وفي براندات عالمية وماركات غالية جدا لسه بتصنعه بالطريقة اليدوية دي بالذات. والسبب إن النسج اليدوي بيخلي القماش أقوى وبيعيش أطول، وسعره بيوصل لأرقام خيالية مقارنة بقماش المكن. سيبك بقى من الخيوط والنسيج وتعال نجهز نفسنا للي جاي. لو انت من عشاق الفشار فتعال اوريك الاختراع الصيني اللي قالب الدنيا. الصين يا سيدي عملت لك فشار ديليفري، بيجي جاهز بكل أطعمة العالم. الكيس بيبقى متغلف وجواه الزيت والملح والطعم والفشار نفسه، كل اللي عليك تحطه على النار. وعلى فكرة بقى، الصين هي أكتر دولة في العالم بتخترع أدوات غريبة للفشار، لدرجة إن عندهم مكن قديم بيسوي الفشار بضغط الهواء في قنابل حديد بتفرقع مرة واحدة. بس الاختراع اللي قدامك ده اتعمل مخصوص عشان يسهل عليك القعدة قدام الفيلم ومن غير ما توسخ ولا حلة ولا طاسة. لحد هنا خلصت رحلتنا وسط أغرب حاجات في العالم، من أول المكوك اليدوي لحد إيد قمار اللي بقت خشب. بس الحقيقة إن كل ده مجرد تسخين للي جاي. لو الفيديو ده صدمك استعد، عشان محضر لك المرة الجاية لقطات مستحيل عقلك يصدق إنها حقيقة. دوس لايك واعمل فولو وقول لي في التعليقات إيه أكتر لقطة وقفت عقلك. استنوني، اللي جاي أشد بكتير. سلام.